لو عايز تكسب بسرعة اشتري أسهم الشركات الصغيرة. سمعت الجملة دي كتير صح؟ دي واحدة من أشهر الجمل اللي بتتقال في أسواق الأسهم. صحيح إن الشركات الصغيرة بيكون عندها فرصة إنها تحقق نمو كبير، لكن في مقابل ده مستوى المخاطرة بيكون أعلى بكتير جدا. طب ليه بقى؟ ببساطة الشركات الصغيرة غالبا هي لسه في مرحلة النمو، وبالتالي إيراداتها أقل وربحيتها ممكن تكون غير مستقرة، وأحيانا بتعتمد على منتج واحد أو عدد محدود من العملاء، وده بيخلي أي خبر سلبي أو أي تراجع في الأداء بيأثر عليها بشكل أكبر من الشركات الكبيرة. من الناحية التانية بقى الشركات الكبيرة نموها ممكن يكون أبطأ، لكن عادة بيكون عندها أعمال مستقرة بشكل أكبر وسيولة بشكل أعلى وقدرة أكبر على مواجهة أي أزمة ممكن تحصل. وده السبب انك ممكن تشوف سهم شركة صغيرة بيتضاعف في السنة، لكن بنفس السهولة ممكن تشوفه بيخسر نص قيمته او اكتر في فترة قصيرة جدا. وعشان كده الاستثمار دايما في الشركات الصغيرة مش معناه ان هيكون عندنا ارباح اكبر بس، لكن ده معناه كمان ان احنا هنتحمل مخاطرة اكبر. فخليك دايما فاكر ان العائد المرتفع ما بيجيش لوحده، ده غالبا بيكون معاه مستوى اعلى من المخاطرة.